اتفضل يا ابني، خش في الكلام يا باشمهندس. في الحقيقة نويت على ايه بقى؟ مشروع ايه بقى؟ هو مشروع مصنع ايه؟ مشروع مصنع للبلاستيك. زين ما فكرت يا ابني. البلاستيك دلوقتي بقى بيدخل في كل حاجة. مساء الفل، معاكم الدرش وفيديو جديد غريب. النهارده معانا مقارنه اقوى كوبايه شاي في مصر. جايبين لكم 14 براند بيعمل شاي، ما بين المصري وما بين المستورد، ما بين اللي بيعمل الشاي كيني وفي شاي بولندي، في شاي من سريلانكا. هي حاجه غريبه جدا. تعالى افرجكم عليهم واحد واحد ونبدا الحلقه. ليبتون يلو ليبل، ليبتون انجلش بريكفاست، حبيب الملايين شاي العروسه، احمد تي لندن بلند، شاي الربيع اكسترا سترونج انجلش بريكفاست تي، شاي العصاري شاي العصاري كينيان تي. وده يعتبر النوع الوحيد اللي جاي النهارده عباره عن العشب نفسه مش المطحون بتاع الشاي، هو اعشاب كده زي ما انتم شايفين. شاي الورده، شاي استكانه، شاي الكابوس، شاي رويال، شاي الجوهره. هم عاملين حركه حلوه بصراحه وكاتبين ان في 1 جنيه من كل كيلو اهالينا في فلسطين. بروك بوند ريد ليبل، وده برضه المفروض ان هو مكتوب عليه ان هو اعشاب، او هو مكتوب ان هو بلاك داست تي، فاحنا هنشوف بقى هل هو العشب نفسه ولا لا، عشان هو مرسومه رسمه الشاي يعني. دي كده كل الانواع اللي معانا النهارده. احنا هنعمل كوبايه الشاي فيهم كلهم، هنعملها من غير سكر عشان نشوف ايه احسن طعم شاي فيهم. هنبدا مع اول واحد. اول واحد معانا شاي ليبتون اللي هو اليلو ليبل، هو مكتوب عليه اللي هو شاي كيني. هي جمله غريبه بس استوقفتني على العبوه، ان هو مكتوب عليها نوت فور سيل اوتسايد ايجيبت اند السودان، يعني هو ده مش للبيع بره مصر والسودان، فمش عارف ليه. فلو حد عنده معلومه ممكن يكتب لنا في الكومنتات. يلا بدون تفاصيل كتير، يلا نعمل كوبايه الشاي ونيجي. ده كده شكل كوبايه الشاي بعد ما عملناها من ليبتون. اللون بتاع الشاي حلو، وهو الفكره ان الشاي عشان يبقى جودته كويسه لازم يبقى واخد اللون الكهرماني اللامع ده، بس هو الكهرماني بيبقى غامق شويه، هو في ليبتون فاتح شويه صغيرين. طيب الفكره النهارده ان احنا محتاجين ان احنا نطلع احسن شاي يبقى على مزاج الناس كلها، واحسن شاي للناس اللي دماغها تقيله بتحب الشاي، واحسن شاي من دول يعني تعرف تعمل بيه شاي بلبن. فده اللي هنحاول نعمله في اخر الفيديو ان شاء الله. يلا نجرب ليبتون. الطعم فيه بتاعه حلو، المراره فيه متوسطه، المراره مش عاليه قوي، وده شيء كويس، ولكن النكهه بتاعت الشاي نفسها خفيفه شويه. حاولت ان انا اقلب فيه كتير واسيب الفتله فيه كتير، والمراره زايده، وهو نفسه احس ان طعم الشاي فيه طعم خفيف مش طعمه قوي. يلا نخش على اللي بعده. نخش على تاني واحد معانا النهارده، ليبتون انجلش بريكفاست تي. الشاي الليبتون الانجلش بريكفاست تي هو مكتوب عليه ان هو شاي من 3 اماكن، مكتوب اللي هو من كينيا والهند وسريلانكا، والمعروف على الانجلش بريكفاست تي ان هو بيبقى قليل في المراره خالص. فتعالوا نفتح العبوه مع بعض كده ونعمل كوبايه منه. الليبتون الانجلش تي جاي بسعر 30 جنيه لل 25 فتله. هو بصراحه الباكنج بتاعه شكله حلو قوي يعني، وريحته قويه. يلا نعمل كوبايه الشاي. ده كده اللون بتاع الشاي، لونه اغمق شويه من شاي الليبتون اليلو ليبل. تعال نشم الريحه ونشوف التيست بتاعه. هو الريحه بتاعته مش قويه قوي بصراحه. ده طلع بريك فاست بجد، شاي بريك فاست بريك فاست يعني. بص هو الطعم بتاعه مش قوي، بس مفيش مراره خالص، يعني هو مفيش مراره في الشاي خالص. طعم الشاي باين في البق، طعمه جميل، ولكن النكهه بتاعته مش قويه قوي، مش زي مثلا شاي العروسه، فما فيهوش مراره الشاي الطبيعيه اللي احنا عارفينها. يبقى حلو قوي، ده ممكن يخش معانا، ده يترشح معانا لكوبايه الشاي باللبن. يلا نخش في اللي بعده. بعد كده معانا حبيب الملايين شاي العروسه. هو معروف عن شاي العروسه ان هو شاي اسود، طبعا معروف ان هو شاي كيني. طبعا العروسه ده شاي موجود في كل بيت، يعني اللي ما بيشربش عروسه بيشرب ليبتون. ولكن احنا النهارده جايين ندور على الاختلاف. هل حد هيطلع يفاجئنا هقول لك اشرب الشاي ده او نوع الشاي ده وما تشربش شاي العروسه ولا لا، او ليبتون؟ هنجرب ونشوف النهارده. وده كده بعد ما حطينا معلقه صغيره من شاي العروسه. طبعا شاي العروسه يعني ريحته باينه من وانا بقلب. مش عارف، بتهيألي عشان هو مش جاي فتله فهو عامل الرغاوه بتبقى على وش الشاي دي، او الرغاوه دي بتاكد لك ان الشاي للعروسه اصلي. ريحه شاي العروسه بص ريحه قويه جدا، الريحه بتاعته قويه جدا 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 بتاعت شاي العروسه. اكيد الناس كلها عارفه شاي العروسه. يلا ندوق بقى. الشاي طعمه حلو، النكهه بتاعته قويه، بس المراره اللي فيه عاليه قوي بالنسبه للشاي اللي انا دقته قبله. مرارته عاليه قوي، ولكن هل شاي العروسه يشرب؟ هو كيف ناس كتير اصلا اكيد معايا شاي العروسه يخش، ولكن بتهيألي هو لغايه دلوقتي هو اكتر واحد مر في الحلقه النهارده. هنعلى بالسعر معانا شويه لسعر 60 جنيه ال 25 فتله من احمد تي لندن بلند. يعني هو في منه انواع كتير جدا، انجلش تي، وفي منه اللي بالقرنفل، في منه اطعمه كتير جدا. فبصراحه انا بفضله في الشاي بلبن. فهل
هو يكسب ولا ليبتون انجلش بريكفاست؟ هنشوف في اخر الحلقه. هو مش مكتوب عليه ان هو شاي كيني، هو مكتوب عليه شاي لندني. فانا اصلا ما عنديش معلومه ان الشاي بيتعمل في لندن ده. انا عارف ان الشاي بيتعمل في الهند وكينيا. الريحه بتاعته ريحته بريميوم قوي. عارف كده، عارف كده الفرق بين الشوكولاته الماتيلا والنوتيلا. ماشي، يلا نعمل كوبايه شاي ونيجي. هو اللون بتاعه زي ما انتم شايفين كده، اللون بتاعه كهرماني كده، هو مش فاتح ولا غامق، هو متوسط. يلا ندوق. هو طعمه هادي قوي، يعني تلات ارباع الشعب المصري ما يحبش احمد تي. فانا بالنسبه لي كمان شاي الليبتون اللي هو الانجليش بريكفاست كان الطعم بتاعه اقوى من احمد تي. فبالنسبه لي انا بفضل الليبتون اللي هو الانجليش بريكفاست عن احمد تي بصراحه. الشاي حلو، الشاي يعني طول ما تشوفيني في الرايحه والجايه شايات. ها بعد كده معانا شاي الربيع. شاي الربيع جاي النهارده بسعر 10 جنيه لل 40 جرام. هو مكتوب عليه ان هو المكونات بتاعته شاي اسود بس. يعني هو مش مكتوب ان هو شاي اسود منين، هو مكتوب عليه ان هو شاي اسود بس. هو كاتبون اللي هو الاقوى اللي هو الاكسترا سترونج، فهنشوف مع بعض هيبقى اكسترا سترونج ولا لا. يلا نعمل كوبايه الشاي. ده شكل الكوبايه بتاعت الربيع. بص، هو في شاي تحت، في شاي تحت بيلف، هو في حاجات بتلف فوق. مش عارف ايه اللي بيلف فوق ده، فانا ما اعرفش بصراحه. ممكن تبقى جزيئات صغيره من الشاي هو يحتسى. تعال نشم ريحته الاول. هو ريحته غريبه. هو مش غريبه، هو في ريح، مش عارف دي ريحه الصبغه بتاعته او حاسس ان هو عليه صبغه، مش عارف. عارف انت المراره اللي بتبقى في الشاي انا شاممها. يعني مش عارف ازاي. ماشي يلا ندوق. طعم المراره فيه عالي قوي 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 قوي، يعني اكتر من شاي العروس حتى. عارف انت كده زمان كنا بنقعد في الارض نولع حطب ونجيب المنقد ونعمل عليه شاي مغلي. الشاي ده ينفع قوي للشاي المغلي ده. الناس اللي دماغها تقيله قوي بتحب الشاي يبقى مر ومحروق كده، بس بصراحه انا ما كيفنيش يعني. اديني شاي ام حسن الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن يا ابني مفيش حاجه اسمها شاي ابو حسن. انجلش بريكفاست تي. هو الحاجه اللي لفتت نظري قوي على العبوه ان هو مكتوب عليها ان هو السنس 1706. فبصوا كده التاريخ بتاعه يا جماعه، يعني هو بجد في حد او براند من 1706؟ فموضوع غريب. والاغرب ان سعر العبوه دي 300 جنيه. دي عبوه 25 فتله عامله 300 جنيه، وده اغلى حد جاي النهارده. فهنشوف اقدم واغلى حد بيبيع الشاي طعمه هيبقى عامل ازاي النهارده. الفكره كمان ان هو مش كاتب نوع الشاي، هو كاتب بس ان هو ممزوج ومعبأ في بولندا. اكتر من كده مش مكتوب على العلبه. تعال نفتح كده الباكنج بتاعه. بس عايز اقول لكم شكل العلبه حلو جدا اصلا. ده شكل العلبه، وده شكل الفتحه والقفله بتاعتها. الشكل بتاعها شيك قوي بصراحه. هو اصلا من جوه جاي يعني هو فاهم يحق له يبقى ب 300 جنيه. بصوا كده سايق حاطط الشاي كل فتله لوحدها. طيب هو مكتوب على على الفتله هنا ريتش اند بالانسد. فهنشوفه بيقول لك حطه من 3 ل 4 دقائق. انا مستغرب ان هو 25 فتله وب 300 جنيه. طب تخيل يعني الكوبايه واقفه بكام؟ 12 جنيه. يعني المفروض فتله الشاي دي ب 12 جنيه. يعني مش عارف هم لو حطوه في القهوه ممكن يعمل لك كوبايه الشاي بكام؟ ب 100. يلا نعمل كوبايه الشاي ونرجع. ده كده شكل كوبايه الشاي بتاعه الانجليش بريكفاست تي. عايز اقول لكم ان الشاي صافي جدا، واخد الشكل اللي هو اللون الكهرماني الغامق. صافي بطريقه يعني انا مش عارف الكاميرا هتوضح لكم ولا لا، ولكن شكله حلو قوي. انا والله ما بتكلم عشان خاطر هو سعره 300 جنيه، ولكن مش عارف. يلا بقى نشم ريحته وندوق طعم. شام ريحه شاي قويه حلوه جدا. يلا بقى ايه ندوق الشاي ابو 300 جنيه. انا مش عارف هو العيب في لساني، هو اكيد العيب مش في الشاي، اكيد العيب في لساني. بس انا ما دوتش حاجه طعمه قبل كده. انا كنت بحب صندل في مصر. والله بجد ايه ده. واخد طعم الشاي الطبيعي، شاي بس مفيش مراره خالص. الطعم بتاعه مش خفيف ومش تقيل يضايقك، لا لا لا. عارف كده لما تطلع تقعد قدام البحر بعد المغرب عايز لك واحده من دي بصراحه. عالمي. لا يتحط عليه لبن ولا هو زي ما هو كده. هو تشرب كوبايه الشاي دي عالميه. عالمي عالمي عالمي. هجربه تاني ولا لا؟ طبعا هجربه تاني، وهفضل اجربه لغايه 25 فتله يخلصوا، بس مجرد ما يخلصوا مش هشتري. يلا نخش على اللي بعده. بعد كده معانا شاي العصاري جاي بسعر 30 جنيه. هم 25 فتله بس زي ما انتم شايف. مش عارف انتم واخدين بالكم كده شايفين في الكاميرا ولا لا، بس هو جاي التغليف بتاعه مش كويس. الشاي مدلق كده جوه مع انه المفروض شاي فتله. يعني مكتوب عليه شاي كيني نقي 100%. تعالى نفتح كده العبوه بتاعته.
هو انا مش شامم ريحه الشاي، هو انا شامم ريحه الفتله الورق اللي محطوط فيها الشاي، بس مش شامم ريحه الشاي خالص. بس هو ده كده. اوريكم شكل الفتله من عنده. ده الشكل بتاع الفتله كده. يلا بقى نعمل كوبايه ونرجع. ده كده شكل كوبايه الشاي من عند العصاري. هو لونه فاتح خالص، بس هو يعني الميه صافيه خالص بصراحه، بس فاتح خالص يعني الشاي فاتح. هي ريحه بتاعته ضعيفه خالص مش قويه يعني. يلا ندوق. لا طعمه بقي مش شاي، مش عارف. هو طعمه كارف اعشاب شويه، او في طعم اعشاب. لا ما مش حلو، ما عجبنيش بصراحه. طعم الشاي مش باين فيه، وفي طعم اعشاب كده انا مش عارفه بصراحه. يلا نخش اللي بعده. بعد كده معانا النوع الوحيد اللي جاي النهارده الشاي. جاي عشب، يعني هو جاي الشاي ورق مش مطحون. وده اسمه الكينيان تي. هحاول اجيب لكم اسمه بالظبط. هو جاي بسعر 50 جنيه. هو شاي اسود كيني نقي. هو المتجر بتاعه اسمه بايو حياه. فده شاي كيني. المنشأ كينيا. هو جاي مستورد من كينيا، فده شيء كويس جدا طبعا. يعني المفروض ان ده اعلى نكهه شاي هناخدها النهارده. انا عايز بس اول ما افتحه اشم الريحه بتاعته. بص بيفكرني بشكل المعسل. بصوا كده، ده الشكل بتاعه حاجه كده شكل العصيان او النبات، يعني اعشاب يعني. ولونه مش اسود خالص، ولكن ريحه الشاي فيه قويه قوي. يلا برضو نحط منه معلقه صغيره. بصوا ده الشكل بتاعه كده. هو بعد ما سيبناه 5 دقايق هو لسه فاتح، بس الورق بتاعه بدأ يكبر كده في قلب الشاي. فهو مكتوب انه يتساب 5 دقايق بس، فاحنا مش هنعرف نسيبه اكتر من كده عشان نكمل الحلقه. فتعالوا نشم الريحه بقى وندوق الطعم بتاعه. فين الشاي في الموضوع؟ بص هو المفروض ان هو شاي اسود عادي، بس انا طعمه الف في بقي طعم الشاي الاخضر، والنكهه بتاعته ضعيفه برضه. فما اعرفش هل ده من نوع الشاي اللي بيتغلي في مثلا في ابريق او في كنكه وبعد بيتقلب على النار وبعد كده تشرب منه ولا لا. فلو حد عارف يكتب لي في الكومنتات. بس هو على التجربه اللي انا عاملها دلوقتي دي هو مش عاجبني خالص. بعد كده معانا استكانه. البراند بتاع استكانه ده اللي عامله براند عمان، اللي هو بيعمل صوبي عمان. هو شكل التغليف بتاعه كويس جدا، ومكتوب عليه توليفه من افخر انواع الشاي الكيني. يلا نعمل منه كوبايه. الفكره ان كوبايه الشاي هنا الشاي شكله ناعم قوي. لان هو منتشر في الكوبايه كلها. ريحه الشاي جميل باينه. يلا ندوق. هو الطعم بتاعه اقرب حاجه ليه هو شاي العروسه. يعني هو شاي العروسه عموما قريب قوي من بعض. شاي العروسه بس المراره فيه بتبقى زياده شويه، ولكن هنا المراره اقل. ولكن هو نفس التست قريب قوي منه يعني. تجربه لذيذه، وانا على المستوى الشخصي حبيتها لان انا بحب طعم شاي العروسه، بس ببقى متضايق قوي من المراره اللي بتبقى في الشاي. ولكن ده بالنسبه لي انا حل المعادله بصراحه. يلا خش في اللي بعده. بعد كده معانا شاي الورده. شاي الورده جاي بسعر 23 جنيه. مكتوب عليه ان هو توليفه من اجود انواع الشاي الكيني معبأ في مصر. لا هنا ريحه الشاي قويه قوي. تالي اقوى فتله او اقوى شاي. شامم الريحه بتاعته قويه. يلا نعمل الكوبايه بتاعتنا. ده شكله كده بعد 5 دقايق. هو الميه بتاعته صافيه جدا بس لونه فاتح قوي. الريحه بتاعته شاي بس منمسه اعشاب برضه في مناخيري. طيب ريحه الشاي عموما هي مش قويه قوي. تعالى يلا ندوق طعمه. هو المراره فيه عاليه. لا مر قوي، المراره فيه عاليه قوي، والتست بتاع الشاي قليل، ما مش عاجبني. يلا بقى بعد كده نخش على اللي بعده. بعد كده معايا شاي الكابوس. شاي الكابوس بصراحه انا يعني نفسي اجربه برضه من بدري، ما جربتوش بصراحه لانه مشهور قوي وناس كتير قوي بتشكر في شاي الكابوس. جاي بسعر 12 جنيه. 30 جرام. انا اول مره اشوف الوزن ده، يعني اعرف ال 40 الربع ال 100 جرام. هو مكتوب عليه شاي اسود ناعم، هو مش مكتوب عليه نوع الشاي ايه كيني مش عارف. ده كده شكل العبوه بتاعت الشاي من جوه. يلا بقى نعمل كوبايه ونجرب الطعم بتاعه. بصوا ده الشكل بتاعه كده، اللون بتاعه كده. هو اللون بتاعه كهرماني غامق، وده لون مثالي برضه للشاي. يلا بقى نشم الريحه. هي ريحه الشاي فيه قويه قوي. شاي الكابوس بجد. هي الريحه بتاعته قويه جدا، يعني بتهيألي قويه 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 يعني. ماشي يلا نجرب بقى ندوق. هو الطعم بتاعه قوي 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 قوي. انا كنت بشوف لا يكون في مثلا منه اكسترا سترونج في حاجه، ولكن هو مش مكتوب عليه حاجه غير ان هو شاي اسود ناعم. بس الشاي ده يكيف قوي الناس اللي دماغها تقيله بتحب الشاي يبقى مر قوي، هياكل معاهم شاي الكابوس بصراحه. ولكن انا لو شربت الكوبايه دي الاخيره الضغط هيعلى عليا. فتجربتي دي تجربه مش وحشه، ولكن انا بالنسبه لي الطعم والمراره فيه عالي قوي فما افضلوش بصراحه. بعد كده معانا الشاي من رويال. ال 20 كيس، ال 20 فتله من شاي رويال جاي بسعر 20 جنيه. يعني فتله يعتبر بجنيه. التصميم بتاعه كويس. انا اول مره اعرف على فكره ان شاي رويال بيعمل شاي. على طول بعرف ان هو يعني الاعشاب والكركديه واليانسون والحاجات دي. فتعال نشوف تجربه الشاي. مكتوب عليه ان هو منذ 1985. عايزين برضو نعرف لو كاتبين نوع الشاي هقول لكم. هو مكتوب ان هو شاي اسود شبرمنت الجيزه، مش مكتوب اي حاجه تاني. هو مكتوب عليه شاي اسود بس مش مكتوب النوع بتاعه ايه. طيب يلا نفتح كده. بصراحه عاملين حركه شيك برضو.
على السعر بتاعه فهي شيك جدا بصراحه. هو جايبين برده كل فتله معمول لها غلاف لوحدها، وفي حاجه كويسه جدا على السعر بتاعه، بتتكلم في 20 جنيه، يعني فتله بجنيه. يلا نعمل كوبايه ونرجع. ده كده شكل كوبايه الشاي. هو الشكل بتاعها يعني كورماني فاتح كده، مش غامق قوي. هو والله الريحه بتاعته مش قويه، يعني هو ريحتها متوسطه. ماشي يلا نجربه. والله طعمه كويس. انا بالنسبه لي دي احسن كوبايه، ده احسن نوع شاي تشربه، شاي بنعناع. يعني تحط نعناع عليه ده هيبقى حلو قوي. على فكره ما كنتش مدي امل كبير، يعني ما كنتش فاكر ان هو يطلع حلو، بس بصراحه مفيش طعم مراره خالص. الطعم بتاعه مش قوي يضايقك، لا طعمه كويس جدا. لو عليه شويه نعناع هيبقى طعمه حلو قوي. هو ب 20 جنيه، فاجئني قوي النهارده بصراحه. يلا بقى نخش في اللي بعده. بعد كده معانا شاي الجوهره. شاي الجوهره النهارده جاي بسعر 7 جنيه ونص للباكت ال 40 جرام. وكمان كاتبين حركه شيك قوي ان هو بيطلعوا جنيه من كل كيلو لاهلنا في فلسطين، ربنا يشيل عنهم يا رب. هو شكل التغليف بتاعه كده بيفكرني بالبسكوت بتاع الشاي، شكله حلو قوي بصراحه. ده كده شكل شاي الجوهره، بس هو مشكلته ان هو عامل ريم ابيض بس. هو احنا عاملين زي باقي الشاي، يعني هو الشاي كله اتغلى، ولكن هو عامل ريم ابيض من فوق كده. فاحنا خلصناه. هو اللون بتاعه زي ما انت شايف، اللون بتاعه كويس، لونه كهرماني متوسط كده، بس في حاجات برضو بتلعب كتير جوه، في حاجات من جوه كتير، فمش عارف. تعال نشم الريحه بتاعته. لا ريحته مش لذيذه، مش ريحه شاي. لا مش عارف. تعال ندوق بقى طعمه. لا هو انا مش طايق طعم الشاي، هو مفيش طعم. هو طعم الشاي بعيد قوي بصراحه، فانا حاسس ان هي ميه ملونه، ما عجبنيش بصراحه. اخر واحد معانا بروك بوند ريد ليبل. فده الوزن بتاعه كام؟ وزنه 250 جرام. يعني انا عمال ادور على الوزن، 225 جرام. تعال نفتح كده الباكينج بتاعه. الكرتونه طلعت مع الكيس يا جماعه. اللي ماسك جوه السين بمسحها من تحت كمان. ايه ده؟ شيبوات. والله هي لازقه خالص. بحاول اطلع العبوه مش عارف. هي فكت اهي، بس هي ماسكه من الناحيه التانيه. والله جاي تضحكني اخر واحد يا قصير. ده كده الشكل بتاعه، يعني هو بس التقطيع بتاع العبوه كله باين فيه. يلا نعمل منه كوبايه ونرجع. بص هو مكتوب على العلبه بتاعته ان هو تبع شركه ليبتون. انا بصراحه ما اول مره اعرف، ما كنتش اعرف. بس ايه الفرق بقى الريد ليبل من اليلو ليبل من الانجليش تي؟ يعني انجليش تي تمام، ايه الفرق بين اليلو ليبل والريد ليبل؟ اللي يعرف بقى يكتب لي في الكومنتات. واخر خربوش شاي معانا النهارده الريد ليبل. ده شكل كده كوبايه الشاي، يعني اللون بتاعها مثالي بصراحه، كهرماني اللي هو الغامق ده. تعال نشم الريحه بتاعته بقى. الريحه بتاعته كويسه. الريحه بتاعته بتفكرني بريحه اول واحد جربته اللي هو الليبتون اليلو ليبل، قريبه منه جدا يعني. تعال بقى ندوق الطعم بتاعه. هو الطعم بتاعه اتقل شويه من اليلو ليبل. انا بالنسبه لي ده مظبوط اكتر من اليلو ليبل، فعجبني طعمه بصراحه. لا الكوبايه دي مزكتني برضه، الكوبايه دي حلوه قوي بصراحه. يلا بقى نحطها على جنب. بص هو دول اكتر 4 عجبوني، وكل واحد عاجبني لسبب معين، تمام؟ فانا هقول لكم ليه هم اكتر 4 عجبوني، واقول لكم كل واحد ممكن تستخدموا فيه. اولا انا بشرب شاي ايه، يعني انا ما كنتش في الحلقه بقول لكم، ولكن انا مش بشرب شاي العروسه. انا اصلا بشرب الشاي احمد تي. يعني انا في العادي بشرب الشاي اللي انا بشربه على طول احمد تي، بس هو مش مكسبش معايا النهارده. هو اقوى واحد جه بالنسبه لي النهارده اللي هو الليبتون الانجليش بريكفاست. بصراحه الطعم بتاعه اغنى وقوي اكتر من الطعم بتاع احمد تي، فعجبني قوي النهارده، طعمه عالمي بصراحه. وده انا يعني ممكن افكر ان انا ابدله باحمد تي، تمام؟ وطبعا جه معايا في المركز الثاني بالتساوي مع تويننجز. احمد تي وتويننجز جايين في المركز الثاني معايا النهارده. الاثنين طعمهم حلو جدا، طعمهم كويس. الميزه الزياده في تويننجز ان الطعم بتاعه اقوى شويه كمان من احمد تي، تمام؟ ولكن كسعر وبتاع هو طبعا بيبقى جاي للتجربه. انت مش هتجيب منه في البيت، او مش كل الناس عندها مقدره انها تجيبه في البيت، لان انت بتتكلم ان 25 فتله عاملين 300 جنيه بصراحه. والحصان الاسود اللي هو اسود بجد بتاع حلقه النهارده الشاي رويال، بصراحه فاجئني. الطعم بتاعه حلو جدا، يتعمل بيه شاي بنعناع عالمي عالمي عالمي. النهارده كان عاجبني قوي بالنسبه لذوقي الشخصي. ولكن انت لو بتحب الشاي تقيل، فانت كده كده معاك شاي العروسه ومعاك شاي الكابوس. الاثنين دول الطعم بتاعهم قوي جدا وغني جدا انك تحبهم، وبرده معاهم شاي الورده. ده كده كان فيديو النهارده من حلقه الدرش. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واستنوا الحلقه بتاعت يوم الجمعه. كان معاكم الدرش، سلام.